السلام عليكم اخواتي. معكم ادم. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه ديال الطاجين ديال اللحم بجلبانه والبسباس. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. يلا على بركه الله نبداو. غادي ندوزو للمقادير. عندنا جلبانه، اللحم، البصل مقطع على شكل شرائح، عندنا البسباس، شويه ديال القزبر معدنوس وشويه ديال الثومه. عندي كاس هنا مخلطه نص كاس ديال الزيت مخلط ما بين زيت روميه وزيت البلديه. عندي شويه ديال الملح، البزار، الكركم وشويه ديال السكنجبير. كنبداو الطريقه. كنبداو باللحم. كندير اللحم في الطنجره، كندير الزيت، كندير نصف كميه ديال البصل اللي عندنا، نخليو النص الثاني. كنضيف الملح. طبعا الملح كنديرو القياس اللي غادي يكفينا. كنخليو هاد اللحم يتشحر مزيان مع البصله والزيت، نغطيو عليه نخليوه يتشحر مزيان. دابا الثومه وشويه ديال القزبر معدنوس، نخليوه غير شويه. كنبدا كنضيف الاطريه اللي عندي. كندير البزار، كندير سكنجبير، كندير الكركم، كنضيف الكركم، كنحرك هادشي مزيان. غادي نضيف البطيشه، ما ذكرتهاش لكم في الاول. انا عندي هنا مطشه مطحونه، اللي بغى يدير مطشه صحيحه يديرها، يقطعها طريفات صغار، حيد لها الجلده، يقطع لها طريفات صغار ويضيفها للطاجين. دابا بعد ما تشحر لينا الطاجين ديالنا مزيان مع البصله والمطيشه، غادي نضيف الماء. نضيف الماء، قياس ديال الماء اللي غادي يكفيني باش يطيب اللحم. دابا غادي نسد على الطاجين ديالي ونخليه حتى يطيب شويه اللحم او يبدا فيه يطيب. بعد ما غلا الطاجين ديالنا غادي نضيفو البسباس،
بهذا الشكل هذا. كنضيفو جلبانه الطبق ديال اليوم بسيط بالشكل هذا، كيجي رائع وجديد. بسباس مع نسمه ديال البسباس مع المذاق ديال الجلبانه كيجي رائع. كندير واحد شويه ديال البصله من الفوق بهذا الشكل هذا. شويه ديال القزبر ومعدنوس. الفلفله انا ما ذكرتهاش لكم في الاول، كتبقى اختياريه، اللي عز عليه الحار يديروا، اللي ما بغاش يديروا ما يديروش. كنضيف انا واحد شويه ديال الملحه من الفوق بالطريقه هذه، شويه ديال الابزار، وكنسد على الطاجين ونخليه يطيب على عافيه مهيله. هذا هو الطاجين ديالنا بعد ما وجد. كنتمنى يعجبكم وتجربوه. الا عجبكم الفيديو ديال اليوم شاركوا في القناه ديالي وديروا لايك باش يوصلكم جديد الوصفات ان شاء الله. والسلام عليكم.